السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم سينابون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. هتطلعي احلى سينابون هش ولذيذ وطعمه تحفة جدا جدا، ما خدش معانا لا وقت ولا مجهود. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وتشجعوني وتدعموني بكومنت في التعليقات ليشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. حلو قوي السينابون بطريقه سهله وبسيطه، هتطلعي سينابون هش وجميل ولذيذ جدا. يلا بينا نشوف الفيديو معانا مع بعض عملنا ايه مع بعض. قبل ما نبتدي، انا حابه اقول لكم ان في جزء من الفيديو بصراحه اتمسح، مش عارفه ما لقيتوش، فانا هقول لكم انا حطيت نص كوبايه سكر. نص كوبايه سكر على اللبن والخميره، وقلبتهم كويس قوي. الخميره هنحط معلقه كبيره من الخميره، وهنحط من اللبن هنحط كوبايه لبن دافيه، لازم طبعا دافيه عشان تخلي الخميره تشتغل. وهحط كمان زي ما انتم شايفين نص كوبايه سكر. قلبتهم كويس قوي لحد ما داب السكر معايا. وبعد كده حطيتهم في مكان دافي لمدة ربع ساعة نص ساعة. ممكن تشغلي الفرن وتطفيه كده علشان يبتدي ايه الخميرة تشتغل معايا. انا بس حبيت اقول لكم ان الجزء ده بس هو اللي هيبقى يعني اللي مش موجود في الفيديو، بس انا حبيت اقول لكم عليه. وبعد كده بقى هنبتدي بقى نحط بقى بقية المكونات بعد ما سيبناها تخمر زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احط عليها كوباية الا ربع كده من الزبدة السايحة. وهحط كمان اقلبهم طبعا كويس قوي، وهحط فانيلا. وهحط كمان هنبتدي بقى نحط مع بعض الدقيق 4 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح. انا مش هحط طبعا الدقيق مرة واحدة. وهنحتاج لبيضتين، 2 بيضة، علشان انا عامله الكميه دي كميه تعمل 2 رول. انت لو عايز تعملي رول واحد او نص الكميه طبعا هتقللي في تعملي نص 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 كل المكونات اللي انا قايله لك عليها. هحط البيضتين واقلبهم كمان مع المكونات كويس قوي قوي قوي، واحط الفانيليا. هنبتدي بقى نحط الدقيق زي ما قلت لكم هم 4 كوبايات دقيق. عايزه بقى تعملي نص الكميه هيبقى كوبايتين بس دقيق. نخلتهم، حطيت اول كوبايه وتاني كوبايه، وبعد كده هقلبهم كويس قوي. وبعد كده احط الكوبايتين التانيين واقلب الخليط كويس مع بعضه ونلم. ولازم هو تبقى عجينه طريه. حطيت برضو اهو رشه الملح. وهنبتدي بقى نلم الكميه دي كلها اهو زي اول ما انتم شايفين. اول كوبايتين حطيتهم، ادي بقى تاني كوبايتين. بس تاني كوبايتين بقى ايه يعني ايه، لمي كده وخليها تبقى طريه معاكي في ايديكي. انا لميتها واحتاجت بعد كده حته زبده كده لميت بيها العجينه. لازم تبقى طريه، ويعني هي مش بتلزق بس لازم تبقى طريه في ايديكي. لميت العجينه كلها زي ما انتم شايفين اهي طريه وما شاء الله عليها. خدت 4 كوبايات دقيق وطريه خالص زي ما انتم شايفين. احطها بقى لحد ما تخمر في مكان برضو دافي. الفها كده بستريتش وبفوطه واحطها في مكان دافي لحد ما تختمر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها طريه جدا جدا جدا. لازم تبقى كده، لازم تبقى العجينه طريه كده. زي ما انتم شايفين قلت لكم ان انا بلمها حقمتها بحته زبده يعني، فالعجينه فيها زبده يعني. بعد ما خمرت العجينه هبتدي بقى اقسمها لجزئين علشان هعمل 2 رول من السينابون يعني. فالكميه دي مقدار كامل. عايز تعملي نص المقدار هتعملي طبعا نص المكونات كلها اللي انا قلت لك عليها. ما شاء الله عليها بعد ما خمرت بس بلمها كده. وهرش على الرخامه حبه دقيق علشان برضو ما تلزقش معايا. وهرش عليها هي كمان حبه دقيق كده من فوق برضو عشان اعرف افردها بالنشابه. انا في اول رول بصراحه انا نسيت برضو احط الزبده. بس حمدت ربنا العجينه كانت لما لميتها بالزبده زي ما انتم شايفين ايديا كانت، فهي كانت فيها زبده. ما حصلش مشكله يعني القرفه والمكونات اللي كنت حطاها عليها يعني ما وقعتش يعني، لزقت بصراحه عليها. لكن في الرول التاني انا حطيت الزبده. ببتدي بقى اهو المها كده كويس، وزي ما انتم شايفين هي طريه جدا ما شاء الله عليها. وتفرديها على شكل مستطيل على قد ما تقدري يعني، تخليها مستطيل عشان تسهل معاكي انها تتلف. وبعد ما فردتها جهزت معايا بقى معلقه او معلقتين من الكاكاو الخام، ومعلقه برضو او معلقتين من القرفه. طبعا الكميه حسب ما انتي هتعملي كام رول. وبرضو مش هتخسر، ممكن تشيليها للمره اللي جايه يعني. الخلطه دي يعني مش هتخسر لو اتبقى فيها منها حاجه يعني. حطيت حبه قرفه على كاكاو خام. الكاكاو دريم خام ده بصراحه جميل جدا، انا انصحكم بيه. وكمان حطيت سكر وقلبتهم كويس قوي. في ناس مش بتحب القرفه فممكن ما تحطيش قرفه، تستغني عنها وتحطي كاكاو وسكر.
زي ما قلت لكم انا في الرول ده بصراحه نسيت، زي ما انتم شايفين هحطه دلوقتي، فبس ما حصلش حاجه الحمد لله. لازم بقى تخلطي بقى المكونات كلها على بعض كويس عشان يعني تبقى كلها ايه ممتزجه بشكل كويس. وبعد كده انا هبتدي بقى الف الرول كويس قوي، وبعد كده اقطعه يعني قطع متساويه اهو. زي ما انتم شايفين انا نسيت احط بقى فبرشيت اهو، ما فيش مشكله، ما حصلش حاجه الحمد لله. بس انت اهم حاجه تدهني العجينه زبده علشان يلزق الخليط ده عليها، وما يبقى لما تيجي ترولي ما ينفع ما يقعش منه وتلاقيها لزق في الصينيه اللي انت حطاها. بس الحمد لله ما حصلش معايا كده، وكانت العجينه فيها زبده فلزق يعني. بعد كده هعمل برضو الرول التاني نفس الحكاية معاكم، وهرشه برضو بالقرفة والكاكاو والسكر واقطعه. بنسيبها في المكان برضو دافي لمدة لتاني مرة في مكان دافي علشان تخمر. زي ما انتم شايفين اهو بنحاول نقطعها يعني يعني قطع حلوة كده. لو انت عندك خيط يعني الدبارة بتاعت الكروشيه والحاجات اللي زي كده بيبقى، او خيط المطبخ بيبقى بصراحة بيسهل. انا ما عنديش فقطعتها بالسكينة. الاجزاء اللي من بره الصغيرة دي انا حطيتها في صينية تانية لوحدها، وحطيت يعني الكبار في صينية. ادي الجزء التاني اهو. ما شاء الله الكمية عملت معايا يعني المقادير دي عملت معايا كمية حلوة من السينابون بصراحة. يعني انتي عايزة تكتري بقى كتري، عايزة تزودي زودي اهو. زي ما انا قلت لكم المرة دي بقى ما نسيتش الحمد لله، وحطيت الزبدة. وبعد كده زي ما قلت لكم هنحطها بقى في مكان دافي لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها، ونشغل بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونحطها في الرف اللي من النص. اول ما يعدي عليها 10 دقايق بطلعها من الفرن، وببقى مجهزه عندي حبه قشطه لبن، وعليها حبه لبن كده عشان نفكها شويه. دي بديل الكريمه اللباني بما انها يعني غاليه. عايزه تحطي كريمه لباني طبعا هيبقى احسن واحسن. لو عندك بقى كريمه لباني حطي كريمه لباني، حطي كريمه لباني عليها. طب بعد ما تدخل الفرن بعد 10 دقايق ما تدخل الفرن بتبقى لسه العجينه طريه، بتطلعيها من الصينيه. انا بقول لكم اهو هسيبها لحد ما تختمر للمره التانية في مكان دافي طبعا، بما اننا احنا في الشتاء فطبعا محتاجين مكان دافي علشان نسرع التخمير بسرعه يعني. لكن في الصيف بتحطيها في مثلا في الفرن خلاص من غير ما تبقي مشغلاه وبتخمر على طول. لكن دلوقتي انت ممكن تشغلي الفرن بس 10 دقايق كده وتطفيه، وبعد كده تحطيها في الفرن عشان تخمر. هحطها بقى في بعد ما خمرت بصوا ما شاء الله عليها. احطها في الفرن تاخد اول 10 دقايق في الفرن، وبعد كده اطلعها احط عليها الكريمه اللباني وادخلها تاني 10 دقايق تانيين لحد ما القعر بتاعها يحمر كده. عايز تفتحي لها الشوايه افتحي لها الشوايه، ما احتاجتش خلاص تمام. اهو بعد ما بقى عدت عليها 10 دقايق في الفرن هحط عليها زي ما قلت لكم القشطه مع حبه اللبن، او دي بديل الكريمه اللباني، وادخلها تاني في الفرن. بصراحه ما خدش معايا لا وقت ولا مجهود، وحلو قوي وهش ولذيذ وعجب الاولاد يعني. حلو قوي. المعجنات زي ما انتم عارفين في الشتاء كفطار كعشاء يعني بصراحه سهله وبسيطه وسريعه جدا جدا. انا عملت معاها صوص شوكولاته، انا عملته قبل كده معاكم في القناه كتير كتير. وطلع هشه ولذيذه تحفه تحفه جميله جدا وطريه جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل عليكم وتجربوه وتقولوا رايكم فيه ايه. ويا رب يكون عجبكم شرحي للخطوات. استنوني في فيديوهات سهله وسريعه وبسيطه. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. زي ما انتم شايفين اهو هشه ولذيذه. والصوص طبعا او يعني الصوصات بتاعتها دي اختياري في ايديكي. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.